هذا هو الشاي العدني. الله الله. حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا. هذا بخار الشتاء وبخار السعادة، أنا أحب أشوفه كذا واتدفى. يا سلام، شايف كيف؟ الله، وكويس للبشرة، وكويس إنك تسوي فيه شاي عدني، عشان اليوم وصفتنا إيش؟ شاي عدني. بس إيش في قلبك؟ والوصفة جدا بسيطة وعلى أصولها. والمهم في الموضوع هذا كله، أنت كيف جالس تركب المواد بأوقاتها المناسبة. حلو. أول حاجة للشاي العدني، أنت تحتاج تغلي الموية عشان إيش؟ تفوح لك بالطريقة هذه، تفوح لك وحلوة للبشرة. تبي تحط خيارتين ولبنة، ما عندك أي إشكالية. ايش مروق اليوم انا، تم ايداع الراتب. فايش لازم المويه تغلي يا حبيبي، وبعد ما تغلي المويه راح نرمي السكر عشان يفور معاها ويذوب بالكامل. بعدين راح ندق البهارات فريش ونرميها. بعدها نرمي الشاي الاسود الثقيل. ها تعال شوف هذا، شوف شايف الشاي؟ شاي اسود ثقيل، حتحطه هنا عشان يستحمل الحراره. حيقلبه تقليبتين وما عليك، لانه انت حاط سكر، المراره حيصير لها بالانس، وراح تحط حليب، فكله راح يتظبط مع البهارات. بيطلع لك الشاي العدني لونه احمر. ليش؟ لانه الشاي انت سوته جوا هنا. هو كذا حاب تشربه اشرب، ما تبغى سوي شاي حليب عادي، حط له بهارات بس لا تقول عليه عدني. خلاص انت راضي دحين؟ انت حتحرق من الاخر، حتحرق جوا. فلا تقول لي ما ينفع تقلب الشاي، لا، الشاي لازم يتقلب جوا عشان تسوي العدني. تمام. الوصفه جدا بسيطه. نقول بسم الله. معانا المنشفه، نبدا. اوه، هذا في الراس. الله الله.